بما ان العيد قرب وكلنا بنحب حلويات العيد وريحتها في البيت، فالنهارده هنعمل مع بعض البيتي فور الدايب. طريقه سهله جدا ومقادير بسيطه، واقول لكم كل الاسرار اللي تخلي البيتي فور يطلع معاكم مظبوط واحلى من الجاهز كمان، وشكله يكون شيك جدا في التقديم. وانا متاكده انكم لو جربتوا الطريقه دي في البيتي فور هتحبوها جدا وهتخلوها الطريقه الاساسيه عندكم لكل سنه عشان تعملوا بيها البيتي فور. ولو بتدوري على بيتي فور ناجح وشكل حلو للتقديم في العيد، يبقى الفيديو ده ليكي. فيلا بينا نبدأ ونشوف هنعمله ازاي مع بعض. وبالنسبة للمقادير اللي هنحتاجها، فانا معايا 200 جرام من السكر البودرة، ويا ريت ما تزودوش عن الكمية دي عشان لو زودتوا فهتلاقوا ان البيتي فور بيفرش منكم في الفرن وكمان رسمته هتضيع. وبالنسبة للبيض، فلو كان حجمه صغير هتقدري تستخدمي 4 بيضات، لكن لو حجمه وسط او ان هو كبير شوية هتستخدمي 3 بيضات بس وبيكونوا كافيين جدا. وهنحتاج 750 جرام من الزبدة، ولازم تكون بدرجة حرارة المطبخ، يعني تكون طرية كده في ايدي، وده عشان لما نضربها مع السكر البودر تندمج معانا بسهولة وتتحول لقوام كريمي هش ويكون فاتح. هنحتاج كمان كيلو دقيق ويكون متعدد الاستخدامات، ولازم ندخله كويس قبل ما نستخدمه عشان نضمن ان البيتي فور يطلع معانا هش وخفيف. هضيف على الدقيق رشة ملح صغيرة عشان تعادل الطعم، وكمان هضيف على البيض رشة فانيليا، حوالي ربع معلقة صغيرة فانيليا عشان ريحة او زفارة البيض. هننزل ب750 جرام زبدة وعليهم 200 جرام السكر البودرة، وهنبدأ نضربهم مع بعض كويس جدا بالمضرب الكهربائي او ممكن تستخدموا العجان عادي جدا. هنضربهم كويس جدا مع بعض لعند ما يندمجوا واللون يفتح شوية ويبقى فاتح والقوام يتحول لكريمة هشة كده ولونها فاتح. ولازم الزبدة اللي هنستخدمها تكون طرية، ونكون مطلعينها من التلاجة من قبلها بوقت كافي عشان تاخد حرارة المطبخ، عشان لما نيجي نضربها تفك معانا بسهولة وتندمج مع السكر. لان لو الزبدة اللي استخدمتوها كانت ساقعة هتغلبكم جدا وهتفضل مكلكعة وهيبقى فيه قطع صغيرة كده جوه العجينة. الزبدة لما تيجي تضغطي عليها بصباعك تلاقيها لينة جدا، بس مش سايحة زي الزيت كده عشان ما تبوظش معاكي قوام البيتي فور. ولما نوصل للقوام الفاتح ده ويبقى كريمي كده وهش، هنبدأ بعد كده في إضافة البيض. هنضيف بيضة بيضة. أول ما ننزل بأول بيضة هنضرب كويس جدا لعند ما تختفي، وبعدين هننزل باللي بعدها. والبيض اللي هتستخدموه لازم يكون بدرجة حرارة المطبخ عشان لو كان ساقع فهتلاقوا الزبدة بدأت تطرد ميتها وكمان تخرس. بعد ما ضفنا البيض واختفى تماما هننزل بعد كده بالدقيق. هننزل بكيلو الدقيق كله مرة واحدة، وبمجرد ما الدقيق يختفي هنوقف عجن على طول. بالنسبة لقوام البيتي فور فهو بيكون بيلزق شوية. وبالنسبة للتب او القمع اللي انا هستخدمه هو ال6 FT. هنحط العجينة في كيس حلواني او كيس تزيين. وبالنسبة للصواني اللي هنشتغل فيها فلازم ندهنها دهنة بسيطة جدا من الزيت، وده عشان نضمن ان البيتي فور ما يلزقش وكمان يطلع معانا بسهولة. وبالنسبة لطريقة التشكيل فانا بمسك كيس الحلواني وبخليه واقف كده عمودي بالظبط فوق الصينية. بالنسبة بقى لمسكة الكيس فانا بمسك الكيس من الجزء اللي تحت اللي هو بيكون قريب من القمع، ودي المسكة الصح عشان تطلع الرسمة معانا مظبوطة. بضغط بايدي ضغطة واحدة بس على الكيس، وبعد كده اقوم رافعة ايدي لفوق مرة واحدة. دي الرسمة التانية من البيتي فور برضو بنفس التب او القمع اللي هو ال6 FT. ده بقى انا بميل القمع شوية واخليه بزاوية، واضغط وانا بسحب ايدي لورا، بسحب سحبة خفيفة وبعدين بقطع. وبرضو بنمسك الكيس من الجزء اللي تحت اللي هو بيكون قريب من القمع. ميس التب ده اللي هنقدر نعمل منه كذا شكل. اول حاجة اللي انا هضغط ضغطة واحدة بس كده وانا واقفة عمودي على الصينية، وهتطلع معايا وردة شكلها حلو جدا. لكن لو حابين ان البيتي فور تكون عالية هنضغط ضغطتين فوق بعض بشكل دائري، يعني بعمل وردة وفوقيها وردة تانية في نفس المكان. بعد كده هدخله الفرن في الرف اللي في النص على حرارة 180، وبشغل عليه من تحت بس، وبلف الصاج بتاعي كل 5 دقايق. بالنسبة لمدة التسوية فهو بياخد من تلت ساعة لنص ساعة. في ملحوظة مهمة جدا عايزة اقولكم عليها وانتوا بتتابعوا السوا. لو لقيت البيتي فور اخد لون دهبي من تحت واستوى بس لسه كان لونه فاتح من فوق، في اخر 5 دقايق هتشغلوا الشواية يدوب بس ياخد تشميعة ولون خفيف قوي، وده عشان نضمن ان هو استوى تماما من كل الجهات. بس لازم تخلوا عينكم عليه عشان ما بياخدش ثواني وهتلاقوا ان هو استوى ولونه غير معاكم. وده شكله بعد ما استوى ما شاء الله شكله جميل جدا. ودي الرسمة التانية من البيتي فور شكلها شيك جدا وتبقى شكلها حلو قوي في التقديم، والرسمة بتاعته واضحة زي ما هي وما اختفتش ولا فرشت في الفرن، وده عشان التزامنا بمقدار السكر اللي قلتلكم عليه. ودي كان اول رسمة عملناها.
سواء عملته الشكل ده او ده النتيجة بتبقى واحدة. ودي التسوية المظبوطة للبيتي فور، ان هو يكون واخد لون خفيف من تحت. وكيلو دقيق واحد عملنا منه كل الكمية اللي قدامكم دي. ما شاء الله شكله جميل جدا. والميزة في الطريقة دي ان رسمة البيتي فور بتفضل زي ما هي، ما بتروحش ولا بتفرش منك ولا بينفش في الفرن. هسيبه لعند ما يبرد تماما وبعد كده هبدأ في التزيين. واول حاجة هزين بيها وهي الشوكليت. دي شوكولاتة خام هسيحها على حمام بخار، وبعد كده هضيف عليها معلقة زيت، لان الزيت هنا هو اللي بيدي الشوكولاتة لمعة ويخليها شكلها حلو جدا. هقلب الزيت مع الشوكولاتة كويس لعند ما يندمجوا، وبعد كده هنبدأ نزين بيها البيتي فور. بالنسبة للمكسرات المجروشة اللي انا هستخدمها، معايا اول حاجة البندق، تاني حاجة الفستق، واخر حاجة هستخدمها وهي جوز الهند. هنجيب كل اتنين مقاس بعض بالظبط، وهناخد واحدة منهم ومن الظهر هنضيف عليها الشوكولاتة السايحة، وبعدين بنقفل الاتنين على بعض ونضغط ضغط خفيفة عشان يمسكوا مع بعض كويس. وبنرجع نغمس نص البيتي فور في الشوكولاتة، وبعد كده بنزينها. اول حاجة زينت بالبندق المجروش، تاني حاجة زينت بيها وهي الفستق، واخر حاجة وهي جوز الهند. بالنسبة للتزيين فزينوه بأي حاجة انتوا حابينها، حتى ممكن تسيبوه كده سادة اللي هو الشوكولاتة بس من غير اي مكسرات عليه. الطريقة التانية للتزيين وان احنا نغطس البيتي فور في قلب الشوكولاتة. زي ما انا هعمل كده، غطست البيتي فور في الشوكولاتة، وبعد كده هرفعها واصفيها لو فيها اي شوكولات زيادة او كده، وضفت عليها من فوق بندق متحمص. عملت شوية بالبندق وهعمل كمان شوية بالورد المحمدي، ده بيدي شكل حلو جدا في البيتي فور. وزينت شوية بعين الجمل وشوية بالفستق. تاني حاجة هنزين بيها وهي الشوكولاتة البيضة، هدوبها برضو على بخار مية وكمان هضيف عليها معلقة زيت. عملت اول واحدة كده من غير مكسرات، بعد كده ممكن تضيفوا عليها خطوط من الشوكولاتة الخام. زينت برضو بالفستق والبندق وكمان جوز الهند. كمان ممكن نغطس واحدة كده في الشوكولاتة ونزينها برضو بالورد المحمدي. ودلوقتي هنعمل شكل تالت خالص، وده للناس اللي بتحب التجديد والحاجة يكون شكلها حلو. هنجيب الشوكولاتة البيضاء السايحة وهضيف عليها معلقة من كريمة الفستق وهقلبهم كويس مع بعض لعند ما يندمجوا. طعمها بيبقى حلو جدا وكمان شكلها بيبقى شيك جدا في التقديم. نفس برضو طريقة التزيين هنعملها. انا برضو غطست هنا شوية وفي الاخر ضفت عليهم كده شوية فستق مجروش وكمان ورد محمدي. كمان هنزين نص البيتي فور وهنضيف عليها الفستق او البندق او جوز الهند. ممكن كمان تضيفوا عليها عين جمل، بيدي شكل حلو جدا. انا كنت بزين هنا وبحطه على ورق زبدة عشان ما يلزقش. هستنى لعند ما يجمد كده ويشد نفسه شوية وبعد كده هبدأ اشيله. دي كانت النتيجة النهائية للبيتي فور. شكله ما شاء الله شيك جدا وشكله حلو. دي بجد من اسهل الطرق اللي هتجربيها في البيتي فور، ولو جربتيه مرة انا متأكدة انها هتبقى من الطرق الاساسية اللي هتعملي بيها البيتي فور كل سنة. ولو عجبتكم الطريقة ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو وتشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد من فيديوهاتي. واشوفكم على خير في فيديو جاي.